أمين، نعرج بسرعة كبيرة على تصريحات مدرب منتخب تونس لكرة القدم قيس اليعقوبي الذي قال بأن بعض المنتخبات وذكر الجزائر تعتمد على الجانب المادي من أجل استقطاب لاعبيها مزدوجي الجنسية وإقناعهم باللعب للمنتخب. تصريحات غير مؤسسة، غير مسؤولة، لأنه حتى وإن كانت صحيحة الوقت مضى على ما جرى في المنتخب الوطني في عهدة الحاج محمد الروراوي والذي نحييه بالمناسبة مرة أخرى. نعم. كنت أحسن شاهدا لأني لعبت وتدرجت أيضا مع لاعبين على غرار غلام تايدار، وأمكن أن أقول لك بفم المليان أنه لم تكن، ربما كانت هناك عقود إشهارات من الممول الرسمي للمنتخب الوطني آنذاك اللي كان نجمة، ولكن الاتحادية الجزائرية لا صلة لها بكل تلك التصريحات الغير مسؤولة. أظن أنه على مدرب المنتخب التونسي أن يركز المؤقتة وعقود الإشهار استفاد منها لاعبون كثير، حتى أنا استفدت منها. استفاد منها لاعبون مزدوجو الجنسية ولاعبون محليون. هناك لاعبين محليين. نعم. آنذاك وممكن أنك تسأل البعض منهم أن يكون شاهدا، لأنه هذا في خدمة الوطن والبلاد، لأنه مسؤولية الجميع. حتى أنا كلاعب في المنتخب الوطني استفدت منها وفي وفاق ستيف كادر دي ماركتينغ سبورتيف. هذه الفائدة تروح أكثر للشركه اللي راح تتمول على جل اللاعب، لانه اللاعب شحال راح ياخذ؟ هذوما لاعبين يلعبوا في فرنسا ولا يلعبوا في اوروبا. ولما يتحدث عن الاموال، الشيء العجيب انه يتحدث عن اغراءات بالاموال. يعني اقل شيء يتقاضاه اللاعبون هناك 2-3 مليون يورو سنويا. ليس بحاجه الى ان يعني شحال الاموال اللي تغريها؟ تقولون نعطيك 100,000 اورو روح. اقصى تقدير محمد كاقصى حد ذاك كان 50,000 دولار على ما اظن. عقود إشهارية تاخذها على 3 فترات. لازم باش تغريه بالاموال تعطيه 5 و10 ملايين دولار. موبيليز حتى رياض محرز واسلام سليماني والعديد من اللاعبين الدوليين الان استفادوا، أيضا كل منتخبات العالمية استفادت، ولكن هذا المدرب ربط ربما طريقة رئيس الفيدرالية آنذاك جلب عدد كبير وتألق المنتخب الجزائري هو ما أزعج ليس فقط جيراننا التونسيين، ولكن أزعج الكثير، لأن آنذاك المنتخب الجزائري كان الوحيد استفاد وكان الوحيد الذي تأهل إلى المونديال. هذه كنا نهضروا احنا كل شيء مبني على استراتيجيه. سيتي لا استراتيجيه تاع محمد الروراوي ونجح فيها إلى بعد الحدود. عطاهم اونيتي باش يديروا. خلوه يتكلم يا ميدو. هذه استراتيجيه. علاش قلنا الناس يكملوا يجسدوا للمشروع. هذه استراتيجيه مشروع سي اون ايدي جابهم. il a été plus intelligent, il a été visionnaire, il a le sens de l'anticipation. كيما هي نهضروا على كل شيء tu anticipes par rapport bien sûr tu anticipes تجيب الاخر تاخذ مبادره كسوا في كل شيء. جاب اللاعبين هذوما جاوا للجزائر، والجزائر عطات لهم ثاني فيزيبيليتي. سي با الاخر عندهم حب الوطن مانيش هكذا كبر، كاين حب الوطن عطات لهم فيزيبيليتي. رانا نشوفوا دي جون دركا اللي راهم يلعبوا في فرنسا وعندهم تريبل فوار دوبل تريبل ناسيوناليتي اللي راهم يخيروا لجو الجزائر باسكو يحسوا بهذاك الانتماء. باسكو صارت هذا فريق وطني، الفريق الوطني لما عندكش لو كان 50 ولا 60% من الانتماء لهذا البلد ما راكش راح تجي الجزائر. ما حز في نفس الميدو سوف اعطيك الكلمه هو انه ربط تصريحاته مع المدرب الحراس السابق بالحاجي، وهذا لا ما قالش بالحاجي، لكن قال مدرب سابق في شبيبة الثورة. الكل يعلم انه ما بدا قالها لك مروان مو مدير. نعم وضعته في حرج. انا نروح بعيد شويه ونرد لقيس اليعقوبي من هذا المنبر. اولا هذا المدرب لو كان جيت في بلاصتو اولا نحش من هضره الجزائر. استفاد من هذا اول دا 7 ملاير. نعم. سنتيم بدون ان يدرب ولا ما لبسش ميم با لو مايو دونطرينمون توني دو باراد تاع السياسي ما لبسهاش في الفندق. انا كنت في فندق واحد معاهم مع السياسي في 2022 مع الجياسكا، كنت شارجي دو كومونيكاسيون في الجياسكا. كنا في فندق واحد في حمام بورقيبه في تونس. ما جاش ميم با سيد ما باش كاع قريش هو اللي دا 7 ملاير. الوغ انت اليوم كي تجي تعطينا دروس اعطيهم لعمرك. صحيح. ما تجيش تعطيهم لنا لينا. وسكو جو بلام اوسي سي كو لي ريسبونسابل دي فوتبول الجيري عاودوا جابوه حكم كلوب في الجزائر. سي سا كي اونتو. ها هو المشكل وين راهو. مي هذايا اليوم سينو حنا اللي عطينا له لابارش وقلنا له هاك ضرب. باسكو لو مومون وين ابخي 7 مليار مومون ستريكتومون انتردي يشد كلوب الجيريان
مور واش مور الجاست اللي داروا راني نقول لك ما لبسش ميم با لا توني دو باراد تاع سياسي ما لبسهاش دا 7 مليار تقول لي لي سينياو لو كونطرا غلطوا كذا مي هذا يسموه الجشع ولا اريد ان اصفه هو بالجشع لكن اللاكت اللي داروا جشع لذلك اليوم عليه ان خسر مع غامبيا في ملعب رادز ركز على فتح النار على سليم تحدث على لاعب المحلل واللاعب السابق لنادي الافريقي سليم 18 كان يلعب مع لي تينور دي فوتبول تونيزيان محلل جيد ايضا ديابو لعب مع لي كرون جوار تونيزيان مي تكيتوا شويه اي زمان بالعقل لا حتى رياضي معليش امين كمل الفكره ما دخل الجزائر في هزيمه تونس امام غامبيا تحوس تلبس فيستا كبيره عليك تصريحات لا تسمن ولا تغني. 2004 المنتخب التونسي توج بكاس افريقيا في تونس لعب النهائي مع كلينتون المنتخب المغربي وسانتوس. بارك الله فيك. شكون اللي كانوا سجل هذا الثاني شكون اللي كانوا اللاعبين الاكثر مساهمه في ذلك برازيليان كلينتون وكلايتون وسانتوس. كيفاش جابوهم يبغوا تونس يبغوا اللبلة اسمه هذاك الفريكاسي هذيك الماكله تاع تونس لا قلب اللوز وزلابيه جابوهم باموال باش تجنسوهم باش لعبوا. انا مانيش نقول بلي هذا الشيء حرام عادي جدا من حقك كما قال لك يوسف لخصها لك قال لك انه استراتيجي كل واحد عنده الاستراتيجي تاعو. في هذاك الوقت تاع محمد راوراوا كانت هذيك هي الطريقه الوحيده وما جابهمش بالاموال. لا فيدراسيون كان ذكي جدا استفادت من الاشهارات. انت كي تجيب براهيمي وتجيب لو كان ما جبناش حسن يبدا وما جبناش مقني وما جبناش نروحوا لكاس العالم 2010 والله ما نروحوا باش نقولوا جبناهم هذو جزائريين عندهم حق انهم يلعبوا. لا بس عندك استراتيجيه صادية عنده استراتيجيه في التعامل مع الملف تاع اللاعبين. لا اسمح لي ما جنسناش اللاعبين احنا ما جنسناش بارك الله ما جنسناش لا هذو لاعبين عندهم جنسيه مزدوجه فرنسي جزائري ايطالي جزائري الماني جزائري ما درناش تجنيس العيدوني جزائري في المنتخب التونسي اونتر لا تونيزي والجيري سا اكزيست هذا اللاعب بارك الله فيك. هذا يحوس هذا يحوس على جلباب يلبسوا تغطى به على خاصه غامبيا تونيزي يكون حتى اعلامي تونسي رد عليه قال لهم ما تجيش تحكي على الجزائر والمغرب. قال وقتها تحكوا بزاف على الجزائر والمغرب. لا هو اللي تهجم على سليم قال لهم مدرب ما دربش لا مدرب 4 شهور ما دربش اكثر من 4 شهور ينتقدني. وهذه لازم اليوم حتى نديروا اسمح لي حتى للمشاهدين لازم نوضحوا هذا الامر. اللاعبين السابقين اللي اعتزلوا كرة القدم منهم من اختار مهنة التدريب وعليه تحمل مسؤوليته في الميدان ومنهم أيضا من اختار مهنة التحليل وعليه تحمل مسؤوليته في البلاطو عن الكلام الذي يقوله ومنهم من اختار مهنة التسيير الأندية والمنتخبات وعليه أن يتحمل مسؤوليته على مكتبه في الإدارة. علاش لاعب سابق هنا تناطح علاش لاعب سابق يحاول يقلل من شأن زميله لأنه يحلل. وعلاش واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ تونس طارق دياب وش راه يعمل الآن؟ منذ متى؟ منذ كانت الجزيرة تقدر تتحدث على طارق دياب كان واحد من أفضل اللاعبين اختار أنه يمشي لمهنة التحليل. رئيس الأهلي المصري نعم محمود الخطيب نعم لاعب واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإفريقية نعم والمصرية نعم رئيس نادي الأهلي زيد أبو تريكة اسمح لي أبو تريكة غاري لاينيكا أبو تريكة ماذا يعمل؟ محلل منذ اعتزاله يعمل محلل. امين عوديه عندي شهاده تدريب يوسف ايضا واشتغل كمحلل ليست مهنتي ولكن اجد متعه في ممارسته. علاش لاعب سابق يحاول يقلل من زميله يقول له لا انت باش تنتقدني لازم تحبط تعمل في الميدان ولازم تشتغل ولازم تدرب باش تروح تحلل. لا كاين لاعبين اختاروا مهنه التحليل اسمح لي مهنه التحليل يعني وكان اصبحت مهنه لا مهنه له. لا مهنة التحليل عندها أصول عندها قواعد لازم لك قبول عند المشاهدين لازم لك رؤية نظرة ثاقبة لازم لك فصاحة في اللسان. يعني أي واحد تجيبه من كاين لاعبين سابقين لا يصلحون للتحليل وكاين لاعبين سابقين لا يصلحون للتدريب وكاين لاعبين سابقين لا يصلحون للتسيير. كل اختار ما يريد أن يختار. شوبير اختار مهنة الإعلام وهذه نشوفها أيضا في مصر كثيرا أنه لاعبين سابقين يختاروا مهنة الإعلام يعني ماشي حتى التحليل
يدخل في المجال جمله اجتهاد في جمله عنده حصه تاعو خاصه، هو اللي يقدمها، هو اللي يدير الاعداد، يستضيف فيها نجوم مثل كريستيانو رونالدو، مثل ميسي، يدير معهم حوارات، ويشارك ايضا في بلاطو كمحلل بطريقه عاديه جدا. انه واحد من افضل المدافعين في التاريخ. في جمله مفيده في كره القدم، ردي ليس على المدرب المؤقت للمنتخب التونسي، ولكن اجمالا نحن غرضنا من هذا البلاطو اثراء المشاهد الكريم. نعم. في كره القدم لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة، من المناصر البسيط إلى التقني البحت. نعم. فلهذا المدرب المؤقت للمنتخب التونسي إن أراد أن يعرف أصول كرة القدم الساحرة المستديرة، حتى وإن كنت في المقهى وكان لك تكرار رؤية ومشاهدة الساحرة المستديرة، أنت تتفيقه في كرة القدم، وأصبحت لك قدرة مكتسبة بإمكانك أن تتكلم مع أحسن اللاعبين في العالم. نعم. فلهذا سواء كنت مدربا أو تقنيا، لو فوتبول أبارتيان أو فوتبولور. سليمي كان لاعب كرة قدم طول حياته منذ نعومة أظافره وهو يلعب كرة القدم. إن لم يتكلم على كرة القدم، من هو المؤهل للكلام على كرة القدم؟ شكرا جزيلا لكم. نمر الآن إلى كرة القدم.